اهلا بيكم معايا في قناة نوجة كروشيه. النهاردة هنتعلم سر خطير جدا واسئلة بتدور حوالين الموضوع ده، بتجيلي في التعليقات من ناس كتير جدا وهتحللك مشكلة كبيرة جدا. يا ترى ايه هو السؤال النهاردة؟ السؤال: لو احنا شغالين قطعة بمقاس 10 او البترون انت شايفاه بمقاس 10 واللي معاكي دلوقتي مقاس 8، ازاي تحولي قطعة بمقاس 10 لمقاس 8 بكل سهولة وتحسبي المعادلة وتطلع عدد الغرز ده بيساوي ده من غير ما تتلخبطي؟ اي مقاس بقى انت عايزاه. هنتعلم مع بعض الموضوع ده النهاردة خطوة بخطوة بمعادلة بسيطة جدا، وهنشرح الموضوع ده عملي. بس من فضلكم اللي لسه أول مرة بيشوف القناة بتاعتي ينزل يعمل اشتراك في القناة، يفعل زر الجرس، يدوس على علامة الكل عشان يوصل لكل الفيديوهات الجديدة أول ما بتنزل على القناة أول بأول. مستنية تعليقاتكم الجميلة لو عجبكم الفيديو النهاردة، وما تنسوش تقولولي بتشوفوني من أنهي بلد. يلا نبتدي ونشوف السر الخطير ده ونتعلمه مع بعض. في واحدة تيجي تقولي أنا عملت أو أنت عملتي يا نوجة القطعة دي 10 غرز، وأنا جيت أعملها بنفس عدد الغرز دي بمقاس 8، طلعت صغيرة جدا ومكشكشة وبوظت الشغل كله. أقولك طبعا لأن كل ما الخرز مقاسه صغر كل ما هنحتاج نكبر عدد الغرز أو نزودها. إزاي بقى؟ شايفين دي قطعة اهي، ده مقاس 10. كده كام غرزة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام. اشتغلنا نفس القطعة دي بمقاس 8، عملنا 10 غرز: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اهي. ادي 10 و10 نحطهم كده جنب بعض. شايفين الفرق؟ شايفين المسافة دي كلها اهي، المسافة دي كلها اتغير طبعا الحجم. فعشان نعوض الفرق ده هنعمل ايه؟ هنحسبها بمعادلة بسيطة جدا، وهنشوف هنعملها ازاي مع بعضينا وهنوصل بالحجم ده ازاي. وفعلا المعادلة دي بسيطة وهتسهل عليكي حاجات كتيرة. المعادلة هي عدد الغرز اللي احنا عايزين نحوله، دول 10 غرز، هنضربهم في حجم الخرزة اللي احنا شغالين بيها اللي هي الأصلية. يعني ده مقاس 10 وهنضربه في عدد الغرز، هتبقى 10 في 10. 10 في 10 ب100. وهنقسم المعادلة دي على حجم الخرز اللي احنا عايزين نطلعه. حجم الخرز اللي هو 8. نعمل المعادلة مع بعضينا كده. هنعمل المعادلة مع بعضينا دلوقتي اهو. حجم او عدد الغرز اللي احنا محتاجينها 10، يبقى هنكتب 10. تمام. هنضربها في مقاس الخرزة اللي احنا شغالين بيها القطعة الأصلية، مقاسها كان كام؟ 10. هنضربها في 10 يبقى 10 في 10 هتدينا 100. هنقسمها على مقاس الخرزة اللي احنا عايزين بقى نشتغل بيها، المقاس اللي عندنا وعايزين نشتغل بيه اللي هنحوله، يبقى على 8 هيدينا كام؟ 12.5. يبقى انت عندك اختيارين: لا اما عدد الغرز يكونوا 12 لا اما يكونوا 13. هنقرب الرقم، يا اما 12 يا اما 13، وانا بميل ان يكون العدد 13. تمام. نعمل مثال تاني. دلوقتي احنا عدد الغرز اللي عايزين نحوله 20، الاصلية دي مثلا 20 اللي احنا عايزين نعمل زيها في تمام حجم الخرزة اللي احنا شغالين بيها او مقاسها. الاصلية دي 10، يبقى نعمل في 10 هيطلع 200 على، شايفين حجم الخرزة اللي احنا عايزين نشتغل بيها، على 8 اللي هو مقاس الخرزة، هيطلع كام؟ 25 غرزة. تمام. يبقى الاولانية اللي احنا كنا شغالينها اصلا كانوا 20 غرزة اللي احنا قلنا عليها اهي، في حجم الخرزة اللي احنا شغالين بيها اصلا اللي هي 10 على 8 اللي هو حجم الخرز الجديد اللي عايزين نوصل بيه للمقاس القديم.
يبقى هنشتغل 25 غرزة. يبقى الأصلية كانت 20 ومقاس 8 هتبقى 25 غرزة. فهمتوا؟ هنعملها بقى مثال عملي دلوقتي اهو. ده مقاس 10، مقاس 10 في دول 10 غرز على اهي مقاس 8 اللي احنا عايزينه، هيبقى 12.5. يبقى احنا المفروض هنعمل عدد الغرز لا اما 12 لا اما 13. نجرب كده مع بعض اهو. دول كام غرزة؟ دول 10. نشتغل مع بعض 3 او 2 ونشوف انهي اللي احسن. تمام، دول 10 هزود 2 كمان وهشوف المقاس اتظبط ولا لا على حسب المعادلة. احنا قلنا لا اما 12 لا اما 13. هنشوف هتظبط فين وفعلا الكلام ده صح ولا غلط. اهو هنعمل الغرزة 11 اهو. انا بشتغل عملي قدامكم عشان تفهموا اهو. دي الغرزة 11. نكمل ونعمل غرزة كمان ونقيس. ادي الغرزة 12 اهو. نقيس بقى مع بعض اهو كده. عملنا الغرزة 12. هجيب القطعة اللي احنا بنقيس عليها او اللي احنا عايزين نوصل لها اهي، وهحط دي قصاد دي. شايفين اهي الى حد ما 12 قربت. يبقى انا بفضل نعملها بقى 13. هي المعادلة طلعت 12.5. يبقى هنعمل 13 اهو 3 غرز وهربط 3 خرزات وهربط اهو. هربط وهقيس معاكم المقاس وهتعرفوا ان المعادلة دي ناجحة 100%. لأي بقى مقاس انت عايزة تعمليه، يعني دي هتساعدك. لو معاكي اي نوع خرز هتحولي عادي القطعة زي ما انت حابة. طلع بقى مقاس 6 طلع مقاس 8 زي ما انت حابة اهو كده. بصوا بقى هنحط القطعة دي على القطعة دي اهي. شايفين اهي كده اهي. هتفرق حاجة بسيطة، هتفرق حاجة بسيطة. وانا برجح ان احنا نعملها 13 غرزة زي ما احنا عملنا اهي. شايفين اهو اللي هتفرق فيها حاجة بسيطة. فانت لو عايز تعمليها 12 غرزة اعمليها، هي المتوسط 12.5. تمام. طب نعمل مثال عملي تاني كده. لو احنا الشنطة دي كام غرزة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. تمام، دول 14 غرزة بمقاس 10. عايزين نحول لو معانا مقاس 8. نبتدي يا نوجة بكام غرزة؟ هقول لكم دلوقتي. اللي احنا قسناهم دول 14 غرزة. تمام. في احنا مستعملين هنا خرز مقاس 10، يبقى هنكتب 10 اهو. طلع ده على الخرز بقى اللي احنا عايزين نعمل بيه اللي هو مقاس 8 اهو. تمام، بقت 17.5. يبقى هنبتدي لا اما ب17 غرزة لا اما ب18 غرزة. فهمتوا قصدي؟ هو ده الفرق. طيب نفترض العكس بقى. انا معايا قطعة شغلاها بمقاس 8 وعايزة اقلبها لمقاس 10. هعمل ايه؟ نفترض اهو مقاس 8 اللي انا شغلاه اهم دول 13 غرزة. يبقى هنكتب 13 في اهو مقاس الخرزة كام؟ 8. يبقى هنعمل فيه 8. تمام. طلع 104. هنقسمه على مقاس الخرز الجديد اللي عايزين بقى نشتغل بيه اللي هو 10.
اهو طلع كام؟ طلع 10.4، يعني لا اما هيبقوا 10 جرز لا اما هيبقوا 11 جرزة. وفعلا احنا شغالين هنا 10 جرز. شايفين المعادلة بقى بسيطة وسهلة ازاي يا جماعة، وهتسهل علينا حاجات كتيرة. المعادلة انا هسيبها لك فوق، هخليها فوق، خديها سكرين شوت وخليها معاكي، اشتغلي بيها في اي وقت عايزة تحولي اي مقاس. زي ما احنا كده اتعودنا وفي اتعلمنا مع بعض الغرزة بتشتغل ازاي.